الابتسامة بدأت تظهر على وشه غصب عنه. شفايفه اتقطعت ودم نازل من أطراف فمه، لكنه مش قادر يوقفها. وفي اللحظة اللي الساعة فيها بقت 3 بالظبط، النور قطع. بعد دقايق لما زملائه دخلوا المكتب لقوه قاعد على الكرسي مبتسم بس ميت، والكاميرات الأمنية سجلت آخر لحظة ليه. هو بيبص عدسة الكاميرا مباشرة وعينه بتدمع دم ووشه ثابت في ابتسامة مستحيلة. وفي الخلفية صوت خافت بيقول: الدور الجاي عليك. اليوم اللي مات فيه الضابط شريف محدش في القسم كان فاهم ايه اللي حصل بالظبط. كل الكاميرات اتقفلت فجأة وكل الملفات اتحرقت. بس في وسط الفوضى دي في موظف بسيط اسمه حسام كان مسؤول عن جمع الأدلة. لقى الفلاشة اللي اتفحمت على مكتب شريف، ومع إنها كانت سودة ومحروقة إلا إنها كانت باردة بشكل غريب جدا. لمسها بحذر وسمع حاجة خافتة جدا، صوت نفس. افتكر إنها تخيلات من كتر التوتر، فحطها في جيبه ورجع بيها البيت. كان متأخر، الساعة قربت 3:15. مراته نايمة والبيت ساكت لدرجة إن كل نفس كان بيعمل صدى. فتح اللابتوب وركب الفلاشة. اللمبة بتاعتها اشتغلت لوحدها بنور أحمر، مش نور عادي، نور كأنه عين بتبص عليه. ظهر فولدر واحد اسمه ابتسم. ضغط عليه لقى جواه فيديو واحد. اسم الفيديو Don't look behind you. ضحك وقال لنفسه اهو فيلم رعب بايخ من شريف. لكن اول ما شغله الابتسامة راحت. الصوت طلع واضح جدا، نفس تقيل وبعده همس طفولي كده بيقول: انا شايفك يا حسام. جسمه كله اتجمد، الماوس اتحرك لوحده والسهم واقف على كلمة بوز كأنه بيتنفس. الصورة بدأت توضح وكان في راجل قاعد في أوضة ضلمة، وش مش باين غير عينيه، وعينيه بتلمع أحمر. الراجل ده بدأ يقرب من الكاميرا، وكل لما يقرب حسام يحس بخطوات حقيقية وراه. بس لما بص وراه الكرسي اتحرك سنتيمتر واحد لوحده. رجع بسرعة يبص للشاشة، لقى الراجل اللي جوه الفيديو وقف وبيهمس بنفس الصوت: جلاتة قربت. حسام جري على الساعة لقاها 2:59. الهوا في الأوضة تقل والباب قفل لوحده ببطء، كأن البيت كله بيتحبس. في آخر ثانية قبل الساعة ما تدق 3 الراجل في الفيديو ابتسم، ابتسامة مش بشرية. اسنانه مدببة ولسانه طويل بيلف حوالين وشه. وفي اللحظة اللي الجرس ضرب 3 الكهرباء قطعت والشاشة ولعت نور أحمر تاني، بس المرة دي مش من الفلاشة، من عينه هو. المراية اللي في الأوضة بدأت تعكس مش صورته لكن صورة الراجل اللي في الفيديو واقف وراه، رافع ايده وبيمد صباعه ناحية رقبته. حسام حاول يصرخ بس الصوت اتبلع. حس بحاجة سخنة بتلف حوالين رقبته، ولما لمسها كانت ايد بشرية متفحمة. الايد خنقته، لكن قبل ما يغمى عليه سمع نفس الصوت اللي شافه في الفلاشة بيهمس في ودنه: دلوقتي انت اللي هتبتسم. وفي اليوم التاني مراته صحيت، لقيته قاعد على السرير مبتسم، وشه كله متقطع من الجوانب وعينه مفتوحة على الآخر، وجنبه اللابتوب مفتوح على فولدر جديد اسمه حسام ابتسم، وجواه فيديو جديد هو آخر لحظة ليه، والراجل في الخلفية بيقول: الدور الجاي على اللي هيشوف. بعد ما مات حسام الدنيا هديت كأن كل حاجة انتهت، لكن الحقيقة إن اللي حصل كان مجرد البداية. الفلاشة الملعونة ما اختفتش، الشرطة رمتها وسط حاجات حسام الشخصية واتنقلت بالصدفة لواحدة اسمها نورة، بنت شغالة في الأرشيف.
نورة كانت بتحب تتفرج على فيديوهات غريبة في نص الليل، تحب الرعب بس عمرها ما كانت مصدقة في الجن والعفاريت. وفي يوم لقت الفلاشة في الدرج القديم ومعاها ورقة صغيرة مكتوب عليها بخط مهزوز: لو النور قطع ما تبصيش وراكي. ضحكت وقالت أكيد حسام كان بيهرج. ركبت الفلاشة في اللابتوب ولمبة الفلاشة ولعت بنفس النور الأحمر الغامق، النور اللي كأنه بيتنفس. ظهر نفس الفولدر، ابتسم، لكن المرة دي كان في 3 فيديوهات، أولهم اسمه حسام، والتاني شريف، والتالت اسمه نورة. ايديها ارتجفت. ازاي في فيديو باسمها؟ لسه ما فتحتش حاجة، بس اللابتوب فتح الفيديو لوحده. الصوت جه من السماعات بصوت خافت ومشوش كأنه خارج من بطن الأرض: اتفرجي، الدور عليكي. الشاشة بقت سودة وبعدين بدأت الصورة توضح، أوضتها نفسها بنفس ترتيب الحيطان والسرير والمكتبة، بس النور فيها كان مطفي وفي حد قاعد على السرير بنفس لبسها. نورة قربت من الشاشة، قلبها بيدق بسرعة، وشافت إن النسخة اللي في الفيديو بتبتسم ابتسامة متشنجة والدم نازل من طرف بقها، وفي كل ثانية الصوت يعلى أكتر: ابتسمي قبل ما الساعة تدق. قامت بسرعة عايزة تفصل الفلاشة، بس اللابتوب سخن جدا والدخان طالع منه. اللمبة الحمراء بدأت ترفرف كأنها نبض، وفجأة الكهرباء قطعت والأوضة دخلت في ظلام تام. الوحيد اللي منور هو شاشة اللابتوب اللي فيها صورتها هي، لكن المرة دي اللي جوه الفيديو بصت لها مباشرة وقالت: بصي وراكي. نورة خافت تبص، فضلت تبص في الشاشة والدنيا حوالين وشها بدأت تتشوه. الضلمة بقت سميكة لدرجة إنها حستها بتتحرك، وفجأة المراية اللي وراها اتحركت لوحدها، والصوت جه من جوه المراية مش من الفيديو: أنا اخترتك. الستارة اتحركت كأن في حد عدى وراها. قامت تجري ناحية الباب، بس الباب مقفول بالمفتاح من بره. صوت التنفس وراها قرب، أنفاس تقيلة سخنة كأنها طالعة من جمجمة مش من صدر. ولما بصت وراها شافت وشها نفسه، بس مش وشها الحقيقي، وشها متشوه مبتسم، عينه سودة تماما وبإيدين ملطحة بالدم. مدت ايدها على كتفها وقالت بصوتها هي: دلوقتي الفيديو اختارك. صرخت نورة بكل قوتها بس الصوت ما طلعش. ولما تاني يوم جم الجيران على صوت اللابتوب اللي شغال طول الليل، لقوها قاعدة على الأرض، وشها ميل على الجنب ومبتسمة ابتسامة مش ممكن تكون بشرية، واللابتوب شغال وبيسجل فيديو جديد اسمه النظرة رقم 4، وفي صوت همس خافت بيقول: الدور الجاي على اللي هيشوف. من بعد موت الضابط شريف والموظف حسام، البيت اللي كان فيه الأوضة المقفولة اتحول لمنطقة ممنوعة، محدش بيقرب منها، حتى أصحاب العمارة نفسهم نقلوا. لكن يوسف، شاب صحفي بيشتغل في جريدة إلكترونية، قرر يدخل البيت بنفسه عشان يعمل تحقيق بعنوان حقيقة الأوضة اللي بتتفتح الساعة 3 الفجر. يوسف كان شجاع بس عنيد وما بيصدقش في الجن ولا العفاريت ولا اللعنات. دخل البيت بالكاميرا الصغيرة بتاعته وبدأ يصور لايف. السكون كان رعيب، الهوا واقف والتراب متراكم كأنه محدش دخل المكان من سنين. وصل عند الأوضة المقفولة، الباب مقفول بس الغريب إنه بيتنفس. الخشب بيطلع صوت خافت كل دقيقة، زي ما يكون وراه حد بيهمس جوه وبيحاول يخرج. يوسف قال بصوت عالي: أنا هنا عشان أفهم مش أخاف. لو في حد جوه أنا مش جاي أذيك. ساعتها سمع حاجة تتكسر جوه، وبعدها صوت ضحكة صغيرة جدا.
ضحكت طفلة، القلب اللي في صدره دق بقوة، بس فضل مكمل